طيب ذكرت اسم وانت عم تحكي فؤاد جنيد. طبعا. وكان في بلبل شوي حول علاقتكم، صارت بعض الخلافات، وهلا انتوا رجعتوا تشتغلوا مرة تانية سوا؟ نحن ما بطلنا نشتغل. ما بطلتوا تشتغلوا سوا، لا. يعني كلها كانت اشاعات ما لها عازة انه كان في اكيد. خلافات بيناتكم وهول القصص. هي الفكرة في دائما وجهات نظر موسيقية بتنطرح، واحيانا بصير في اختلاف وجهات نظر موسيقية وبصير في اتفاق ببعض الاحيان. فيلي صار انه نحن كان في حالة من هو في وجهة نظر معينة موسيقية براسه، وانا في وجهة نظر، وجربناها وعدنا للشغل. احدى التجارب الموسيقية اللي انا كان لازم اعملها تجربتي الموسيقية مع النجم الكبير تامر حسني، اللي هي فكرة اختراق مجتمعات جديدة وموسيقى جديدة وعبالي ادخل مصر. فهذا الشيء اللي عمل غياب موسيقي صغير ورجعنا. بس هيدا ان شاء الله دايما تضلوا سوا. وانا فؤاد يعني الناس يلي بنبلع ريقنا بس. الناس يمكن ما بتعرف مدى العلاقة. نحن ربينا مع بعض، نحن حرفيا كبرنا مع بعض نحن وعم نشتغل موسيقى. فالخلافات الفنية والموسيقية ما بقى بتعني لي إذا أنا عم بحكي عن رفيق. لهيك دائما بدعي له هو شخصيا بالتوفيق، ولا ممكن خلاف فني ينزع علاقة رفيق وانا بالنسبة على لي. حسب ما بعرف ان انت شخص كتير وفي، وكل العالم بتحكي بهيدا الشيء، وزقف لهالاخلاق الحلوه اللي معنا الله بالاستوديو. يخليك.